ملي كيوقفك الدراكي دابا اليوم او الشرطي، وكتفاجئ انت. كنشوف انا تنتكلموا بصدق، فعلا كتفاجئ انت غادي مرتاح، بالنسبه لك راه الاضواء مشتغله، انت كيوقفك تيقول لك اسيدي هاد الدور راه مطفي، غادي ندير لك مخالفه. تقول له اسمح لي، ما يمكنلكش دير لي مخالفه، لانني انا خرجت بالسياره ديالي في امان الله وشاعله. اذا هذا العطب وقع لي وانا في الطريق، العقوبه ما كايناش الا قلت انني خارج بالسياره ديالي كان فيها الضوء ودابا وقع فيها عطب. انا ما عرفتهاش، توقفتيني انت يا سيدي الدركي وقلتي لي مالا الضوء ما خدامش، ودي تفاجات. اذا اصر الدركي او الشرطي باش يدير لك مخالفه، غتقول له دير سيدي المخالفه، دير لي الاقوال ديالي في المخالفه، ولا بغيتي توقع قرا اشنو كتبوا، واش داكشي اللي قلتي له كتبوا، واش وصف المخالفه ديالك بالضبط. وديك الساعات يمكن لك تتبع الملف ديالك في المحكمه وغادي تربح هذاك الملف، لانه القانون هو اللي تعطيك هذا الحق. تيقول غير ان السائق لا يطالب بالشرط الاخير اذا لم يتمكن من الانتباه الى انقطاع الاناره بمركبته. عندي عطب لكن لم انتبه، لانني كنت سائقا، كنت اسوق سيارتي، فكيف لي ان انتبه وانا عندي سياره تقليديه قديمه، ما عنديش داك الشيء اللي يخبرني بان الضوء عندي فيه عطب. الناس يعرفوا بان كاين ماده، ماشي كنهضر من راسي، ويعرفوا حتى كيفاش يجاوبوا ملي يواجههم بعض الدركيين او بعض عناصر الشرطه اللي مسؤولين على تنظيم المرور والسير